السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم في حاجات هتخدم معانا في الفيديو اللي فات، لأن احنا في عالم بقى فيه الحب يا إما اندفاع بيكسر، ويا إما خوف بيهددنا. بقى لازم نفهم يعني إيه نحب من غير ما نظلم نفسنا ولا نظلم غيرنا. الإنسان ما اتخلقش علشان يعيش مكسور باسم الحب والطيبة، ولا مجبور باسم القوة. اتخلق علشان يكون متوازن، قلبه مفتوح بس مش مستباح، قريب من الناس وقريب من ربنا، مطمن. أول حب في حياة الإنسان هو حب الله. لما تحب ربنا صح هتفهم يعني إيه الرحمة والستر والصبر والعدل، وتفهم إن ربنا ما بيحبش الظلم، لا منك لنفسك ولا منك لغيرك. حب الذات مش أنانية، حب الذات إنك تحترم اللي جواك زي ما بتحترم اللي قدامك، إنك ما تقبلش الإهانة وتقول أصل أنا طيب، وما تظلمش غيرك وتقول أصل أنا بحب نفسي. تحب نفسك يعني تحافظ على كرامتك، تختار اللي يقدرك، تعتذر لما تغلط، وتبعد لما تتظلم. ربنا نفسه ما بيجبرش حد، يفتح الباب واللي يدخل يدخل، واللي اختار البعد يسيبه بس ما يكرهوش. فانت كمان قلبك مفتوح بس مش إجباري، قريب بس مش مستباح. تحب الناس يعني تدي بصدق، تسامح لما تقدر، تعذر لما تفهم، وتحترم اختلافهم. بس تحب الناس مش معناها تقبل القليل وانت تستاهل الكتير، تفضل في مكان بيكسرك، ولا تبيع نفسك علشان حد يرضى. في ناس هتاخد اكتر ما تدي، وفي ناس هتدي اقل من اللي بتاخده. مش كل الناس شر، بس مش كل الناس مناسبة لقلبك. وهنا بيجي دور التوازن. تحب بس بحكمة، تدي بحدود، وتقرب بس بوعي. لو حد ما بيقدركش مش لازم تكرهه، بس مش لازم تكمل. تبعد بهدوء من غير فضيحة، من غير انتقام ومن غير حقد. الشيطان دايما هيحاول يبوظ التوازن ده، ويقول لك يا إما تسيب نفسك باسم الطيبة، يا إما تقسى وتدوس باسم القوة. لكن ربنا عايزك في النص، طيب مش مكسور، قوي مش قاسي، رحيم لكن مش مستغل. حبك لربنا يبان في كلامك، نبرة صوتك، مع حدودك، وفي قربك وبعدك. حتى في البعد فيه حب وفيه احترام وفيه ستر. تقدر تبعد وانت لسه إنسان، وتقفل الباب من غير ما تكسر قلبك ولا تكسر قلب اللي قدامك. لكن علشان تحب الناس أكتر من غير ما تضيع نفسك، لازم تغير شوية صفات جواك. أولا تحول الاندفاع لحكمة. مش كل إحساس يتقال ولا كل حب يتصرف فورا. خلي الحب يكبر مع الوقت. من التعلق للاختيار. التعلق بيقول ما اقدرش من غيرك، الحب يقول عايزك بس اقدر اكمل لوحدي لو لزم. من التبرير للوعي. ما تبررش اذى حد علشان بتحبه، الحب ما يلغيش الحق. من الخوف للثقة الوعي. لا تثق في الكل ولا تشك في الكل، ثق بعد ما تشوف. من الكبت للتعبير الهادي. اتكلم بدري بهدوء قبل ما الوجع يكبر. من انتظار المقابل للعطاء الحر. اعطي لانك بتحب، بس لو دايما بتدي وما بتاخدش غير الطريقة. من المثالية للواقعية. اقبل النقص بس ما تقبلش الأذى. الهروب يريح مؤقت، المواجهة بتشفي. من القسوة للحدود. القسوة بتكسر، الحدود تحمي. حتى لو بتحب شخص أكتر مما تتخيل، لازم تفتكر الحب الحقيقي ما يعرضكش للخطر ولا يخليك تخسر نفسك علشان حد. الحب اللي من غير أمان اسمه تعلق، والحب اللي من غير احترام اسمه استنزاف. أجمل حب يقربك من ربنا، يقويك،
ويخليك أحن مش ضعيف. وفي الآخر الإنسان المتوازن هو اللي بيحب ربنا وبيحترم نفسه وبيحب الناس من غير ما يظلم حد ولا حتى نفسه.